ديروا اي واحد. يعني صافي قال له المهم انا غادي نمشي بحالي، نخلي لك الديبو ديالك انت تسير بيدك. قال له لا ما نخليكش تمشي بحالك. قال له علاش؟ قال له انت درتي واحد الخدمه اللي ما يقدرش يديرها شي واحد وانا مستحيل نفرط فيك انت. قال له لا حق انا غادي نمشي عاود ندير ديبو ديالي في شي جهه اخرى. قال له لا. قال له هاد الديبو هذا نبقاو شاركينه انا وانت، وغادي نمشيو انا انت لجهه اخرى، وغادي نديرو ديبو اخر وغنجيبو سلعه اخرى جديده ونطورو في التجاره ديالنا. يعني السيد صافي بدا يدير فلوس، فلوس صحيحه ولات كتدخل. يعني السيد ولا حريفي في التجاره. هو واحد المره كتجي اختو ديال ديك الباترون، كتجي اختو الباترون كيشوفو كتعجبو، ولكن ما قدرش يقول للباترون، يقول له بانني باغي نتزوج باختك ولا شي حاجه. دازت الايام هو كيحلم يتزوج بديك البنت، كيحلم. واحد المره جلس مع الباترون قال ضروري خصني نصارحو والله، ولكن هو باغي يصارحو وفي نفس الوقت خايف ما يكونش ردة الفعل من الباترون صعيبه. صافي جا واحد النهار قال هذه الاخرى غنصارحو، وقع اللي وقع. السلام عليكم. قال له انا الاخت ديالك كتعجبني وباغي نتزوج بها، واش تقبل عليا؟ الباترون شنو كيقول له؟ قال له انا لو كان راجل، لو كان بنت كنت غادي نقبل بك. قال له ما عساك اختي؟ قال له ضروري غتقبل بك اختي. مشاو سولوا الاخت ديالو، قالوا له واش تزوج بالسيد؟ السيد باغي كيفاش؟ قلت لهم انا هاد السيد هذا مستحيل نرفضه. يعني هاد السيد هذا اللي دار معاك دار مع خويا هادشي هدايا ودار معنا هادشي هذا كامل وفي الاخر رفضو، راه مشكل فيا. صافي طرقوا المسائل ديالهم تزوجوا. دار السيد دار فلوس، ولا يعني من الاغنياء ديال الجهه الاسفل. الوالده ديالو بقات كتصوني عليه. الوالده ديالو فهمتي يعني بحال ما مسوقاش داك الولد، كتصوني عليه على اساس الفلوس. ملي عرفاتو دار فلوس بقات تصوني عليه. وعارفه لي ملي كتصوني عليه كيقول انا عارفك على الفلوس. صافي مع الوالد ديالو خرج. الوالد ديالو كان محكوم بشي 30 عام، ولكن بقاو يأجلوا له. في الاخر جا العفو الملكي وخرج. خرج كان كبير في السن مسكين. ملي خرج مشى دبر له واحد الدويره في اسفي، وكرالو وجاب له الخدامه تما. قال له انت غير جلس ما دير حتى شي حاجه، يعني اي حاجه غادي نجيبها لك. انا عندك الخدامه يحدك يعني كتقابلك. صافي واخا الوالده ديالو ما كيخليها ناقصه حتى بشي حاجه، واخا هو عارفه كتبروفيتي فيها على الفلوس وصافي. كيسرد لها فلوس. الوالد ديالو دازت شي ايام هو كيتوفى الوالد ديالو. صافي ديك الساعه مشى كمل الحياه ديالو هدايا مع داك البنت، تزوج، كبروا له المشاريع ديالو. السيد مشى بخير في الحياه ديالو. وهنا كتوصل النهايه ديال القصه. نتلاقاوكم في قصه اخرى جديده ان شاء الله يا ربي. وهاد القصه هذه يعني عبره، يعني انت كشخص ماشي من اول حاجه تفشل فيها، بالعكس خصك واخا تفشل خصك تعاود تنوض، تحاول. الحياه هي هادي، ما تعرفش فين توصل بك الدنيا. يعني شحال من واحد كتشوفو كيوقع له مشكل بسيط كيفشل وكيكره الحياه. راه كاين ناس كيوقعوا لا المشاكل اللي انت ما تقدرش تتحملهم، ورغم ذلك كتسيبهم كيتجاوزوهم وكيصبروا، كيخدموا على الهدف ديالهم وكيوصلوا. يعني الانسان خصو واخا يطيح يخدم، واخا يوقع له المشاكل يعاود يخدم، اما تعرف الله سبحانه وتعالى شنو مكتب عليك. هذاك الشيء ما خصكش تستسلم. وتحياتي لكم الاخوان، نتمنى تعجبكم القصة وبارطاجيو الفيديو والله يسهل عليكم. تحياتي لكم. والحاجة الوحيدة اللي كنقول لكم بارطاجيو الفيديو، حيتاش بالبارطاج هو اللي كيدخلوا عنا الناس بزاف، كتكون عندنا مشاهدات بزاف، يمكن كسبوا متابعين جدد عاوتاني. تحياتي لكم والله يسهل عليكم ويسهل لأي واحد.